قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه في رمضان؟ الأخبار ايه؟ 7 ولا 7؟ ما عندناش احتمال تالت في رمضان ده يا جماعة، ما عندناش حاجة تالتة، يا 7 يا 7، ما فيش أي احتمال تاني بإذن الله. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح: إنما الدنيا ل4 نفر، رجل رزقه الله مالا وعلما، عارف في الدين ومعاه فلوس، فهو يتقي فيه ربه، قاعد يطيع ربنا ليل نهار بالمال دهوت. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه، قاعد يخبط، قاعد يلبك، قاعد يعمل كل المعاصي اللي في الدنيا. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء. يا شباب، إنما الدنيا ل4. شاب آتاه الله عربية لانسر وموبايل أحدث موديل 60,610، ومديله موبايل أحدث موديل مفيش بعد كده، ومديله أب بيديله فلوس بلا حساب، فهو يركب العربية ويلف بيها ويركب أصحابه ويشغل أغاني أجنبية لا هو ولا أصحابه فاهمين فيها حاجة، ويلف ويعكسوا البنات في الشوارع ويلفوا في الشوارع بلا هدف. وشاب لم يؤتيه الله عربية لانسر ولا موبايل أحدث موديل ولا أب بيديله بلا حساب، تلاقيه بيبص للتاني وهو معدي بالعربية، والله العظيم عينيه فيها كلمة النبي: لو أن لي مالا، لو أن لي عربية، لو أن لي موبايل زيه لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء. يا رب، يا رب، ده مركبش عربيه متجنطه وشغل اغاني التبله شرعين فهما في الوزر سواء. يا رب، يا رب، ده مركبش معاه بنات وولاد فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما شغلش، يا رب، ده ما عملش المعاصي وراح يعاكس اللي رايحه والجايه فهما في الوزر سواء. ليه يا رب؟ عشان قلبه. لو اتمنيت المعصيه تلاقي نفسك مع اللي عملها يوم القيامه. الراجل ده ما عملش حاجه، الشاب ده ما عملش معاصي، ولكن بقى مع اللي عملها لان كان في قلبه حبها وتمنيها. انما الدنيا ل4. بنت اتاها الله وش جميل وشعر جميل، واب بيديها فلوس كوافير وفلوس لبس وفلوس مكياج وفلوس برفان وفلوس كل اللي هي عايزه تعمله، ولم يؤتها الله حب ليه ولا خشيه منه ولا تقوى ليه ولا رغبه اليه ولا هي عارفاه ولا هي عايزاه. سبحان الملك الجليل. فهي تذهب للكوافير كل يومين 3، وتذهب لاحدث محلات الموضه تنقي اضيق موديلات، وتذهب لاحدث محلات البرفانات والمكياجات تجيب اللي هي عايزاه، وتذهب لمحلات الاحذيه تلبس اعلى كعب. وبنت لم يؤتها الله اب بيديها بلا حساب ولم يؤتها الله الدرجه دي من الجمال، فهي تنظر ليها تلاقي في عينيها لو ان لي جمال مثل فلانه لعملت فيه بعمل فلانه فهما في الوزر سواء. يا رب، يا رب، ده ما مشتش فتنه الشباب في الشارع فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما راحتش للكوافير ب50-60 جنيه كل يومين 3 فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما حطتش برفان ومكياج وعملت شعرها وصبغته فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما لبستش كعب 11 سم ومشت في الشارع فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما لبستش اللي دي لبسته فهما في الوزر سواء. ليه؟ عشان قلبها، عشان قلبها كان بيتمنى المعصيه. انما الدنيا ل4. شاب اتاه الله عربيه لانسر وموبايل احدث موديل واب بيديله فلوس زي ما هو عايز، فهو عبد، ولكن ربنا اداله حب ليه وخوف منه وتقوى ليه، فهو بيركب اصحابه معاه في العربيه وهو رايح يصلي التراويح، ويفوت عليهم الفجر ياخدهم معاه يصلوا الفجر في مسجد من المساجد اللي بتطول، وكل ما يكون في درس ديني يفوت ياخدهم معاه، والمحمول بتاعه على طول بيبعت مزداد يصحي اصحاب الفجر ويبعت رسائل دينيه يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وماشي في العربيه مشغل قران او شرايط دينيه ومركب طقم الصوت عشان القران يطلع في الشارع كله، ومعاه شرايط عشان اي شاب معاه
جنبه معدي بعربيه مشغل اغاني يديله سي دي او شرايط. سبحان الله. وشاب لم يؤتيه الله لا لانسر ولا سوزوكي. يبص كده ويقول لو ان لي مالا مثل فلان لعملت فيه بعمل فلان فهما في الاجر سواء. يا رب يا رب ده ما خلصش الرصيد المحمول بتاعه كله على ان هو يبعت لاصحابه رسائل دينيه وان هو يدي ميزات لاصحابه فهما في الاجر سواء. يا رب ده ما صرفش على البنزين بتاع العربيه يلف يجيب الناس يصلوا الفجر ويصلوا التراويح ويحضروا الدروس فهما في الاجر سواء. ليه؟ عشان قلبه. قلبك فين؟ قلبك فين؟ قلبي انا والله انا بعمل معاصي خفيفه بسيطه كده، شويه مزدات على رحلات على وقفات على مكالمات على علاقات على، بس والله قلب ابيض. وانا انا كل معصيه خفيفه خالص، مكياج خفيف على برفان خفيف على لبس خفيف، ولكن انا قلبي من جوه ابيض. قلبك فين؟ قلوبكم فين يا جماعه؟ قلبنا فين يا جماعه؟ قلبنا فين يا شباب؟ يا شباب ده انت عشان تقول لا اله الا الله عند الموت مش لسانك اللي بينطق، قلبك اللي لو الكلمه دي فيها تطلع على لسانك. يا شباب ده انت فاكرك انك انت داخل القبر بيقول لك من ربك تقول ربي الله كده بتفتكر، مش الذاكره. قلبك اللي لو جواه الكلمه هتنطق، والا مش هتعرف تجاوب اسئله القبر، ولا مش هتقولي لا اله الا الله عند الموت. يوم تبلى السرائر. العرض على الله اصلا عرض قلوب، ربنا بيرى قلبك ويشوف قلبك فيه ايه، طاهر قد ايه. يعني الواحد ممكن يسقط في امتحان العرض على الله لو قلبه مش طاهر. يا شباب ده كل حاجه الموازين، فمن ثقلت موازينه، من ضمن مش ميزانه موازين، العمل بيتوزن والقلب بيتوزن. تخيلوا حديث البطاقه اللي فيها لا اله الا الله لما اتحطت قصاد 99 سجل سيئات طيشت السيئات. ليه؟ طب ما كل واحد فينا له بطاقه. لا، قلبه هو بيقولها كان فيه ايه. يا ترى التسبيحه من قلبك تطيش كام سيئه؟ يا ترى الركعه من قلبك تطيش كام سيئه؟ يا ترى آية القرآن في رمضان من قلبك تطيش كام سيئه؟ قلوبنا يا جماعه. قاتل المئة اللي خلى ربنا يقبل توبته كلمه انه جاء مقبلا بقلبه على الله، جايب قلبه مش جايب رجليه. قلوبنا يا شباب، قلوبنا يا جماعه فين؟ هنعمل ايه بقلوبنا؟ قلوبنا فيها ايه؟ الناس دلوقتي قعدت مش بتحاول يعني استغفر الله العظيم، بتحاول تخدع الملك الجليل، وبتحاول مش تعمل الفهلوه في الدنيا. بقت في الدين يا جماعه، في الدين. 4 في مسجد من احد مساجد اسكندريه دخلوا بجنازه في مسجد من المساجد الكبيره، ووقفوا بالجنازه عشان يصلوا عليها. 3 وقفوا في جنب، 1 وقف في جنب. اول ما جه الامام يصلي قال لهم يا ايها الناس استنوا، يا ناس استنوا، انا اشهدكم ان الراجل ده مديون عليا وان عليه دين ليا وانا مش مسامحه ابدا عند ربنا. ال3 يقولوا له يا عم حرام عليك، يا عم الراجل هيقابل ربنا دلوقتي، سامحه، حرام عليك الراجل مات. يقول انا مش مسامحه، انا بشهدكم ايها الناس ان انا مش مسامحه. وقام التفت للامام قال له يا امام اللي يموت وعليه دين لحد يبقى عقابه عند ربنا ايه؟ قال له يبقى على عقابه كذا وكذا وكذا. الناس طبعا اترعبت، يا عم سامحه مش مسامحه. بداوا يلموا من بعض، لموا 1000 جنيه، خد. لا ده هو عليه 3 4000 جنيه، لا انا ما اخدش غير حقي. فبدا الناس يعملوا ايه؟ يا عم حرام عليك مفيش فايده. لم الناس لغايه ما ادوا له المبلغ، واخيرا وقفوا يصلوا على المرحوم. وبعد الصلاه مستنيين ال4 يشيلوا الجنازه، مفيش حد بيشيل الجنازه. يبصوا يدوروا مفيش 4. ال4 راحوا فين؟ ال4 فص ملح ودابوا. قال لها طب والمرحوم؟ سابوا المرحوم ازاي؟ بيشوفوا المرحوم لقوه مخده ومتغطيه بقماش. الناس قعدت بتنصب يا جماعه في الدين، يا جماعه وبالدين، بس الناس دي لما ضحكت على الناس. انما المصيبه اللي بيحاول يخدع ربنا، الاثنين الولد والبنت اللي في الجامعه اللي بيحاولوا يخدعوا ربنا ويقولوا احنا حبنا حب طاهر وبريء ومش زي اي حب ومش زي اي حاجه، احنا حبنا محترم من النوع المحترم، هنقف في الجامعه وقفه محترمه، وبعد الجامعه هنخرج نتمشى بره في الشارع ونتقابل مقابله محترمه، ونقعد على كازينو قعده محترمه في كازينو محترم، ونتكلم اخر الليل 5 ساعات كل ليله مكالمه محترمه، هسالك عن التراويح وانت تساليني عن التهجد واتابعك في قاعدين ينصبوا في الدين هما الاثنين. كل ده نصب وكل ده حرام، وكل ده لا يزيدهم الا بعد عن الله سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا قلوبنا فين؟ يا اخوانا انت لو دخلت محل جزاره لقيت واحد لابس بلطو ابيض هتقول ايه؟ جزار. لو دخلت مستشفى لقيت واحد لابس بلطو ابيض هتقول ايه؟ دكتور. يبقى القضيه مش قضيه ما هو الشكل واحد، ولكن القضيه اللي جوه ايه. يبقى اذا يا جماعه، يبقى اذا يا اخوانا اللي جواك ايه؟ اللي جواكي ايه؟ اللي جوانا ايه؟ ما الكل من بره كويس، ما الكل من بره بفتة بيضه، ما الكل من بره لسانه جميل، ولكن من جوه قلوبنا يا جماعه. انا الدرس ده صيحه تحذير ضد خطر تمني المعصيه في قلوبنا. اوعى تتمنى المعصيه، اوعى تتمنى المعصيه. الشاب اللي يشرب مخدرات ويعمل
من الموبقات ويقول لك ان الله يغفر الذنوب جميعا. يا حبيبي طب ما اللي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا قال لك ان ربنا ادخل امراه في النار بسبب هره. اللي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا قال لك ان ربنا عذب 2 في القبر بسبب ان واحد ما بيستبرئش من بوله وواحد كان نمام. ما اللي قال لك ان الله يغفر الذنوب جميعا قال لك ان ربنا عذب واحد في قبره عشان حته قماش غلها، ان الشمله التي اشتملها لا تستعر عليه نارا في قبره. يبقى يا اخوانا انا خايف عليكم من المعاصي، خايف عليكم. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. بعد ايه؟ عمرك كله ما تبتش فيه ليه؟ ما كانش ينفع يتوب، ما كانش يقدر. المعاصي عارفين لما الاسمنت يجي عليه ميه ويبقى خلاص تمثال، ما عاد القلب بيبقى كده صبه يا جماعه، ما عادش قادر يتحرك، ما عادش قادر يغير حاجه. زي المنظر اللي الواحد شافه لاحد المدن الهالكه من كذا الف سنه. المدينه صار عليها بركان، كل اللي فيها اتحرقوا، ولكن دخل ذرات التراب في جسمهم، اتثبتوا على الوضع اللي كانوا ميتين عليه ومنتقم منهم فيه. في ناس منهم اتثبتت على وضع الزنا، ناس على كل واحد بياكل كيكه، كل واحد في وضع والعياذ بالله، وضع فعل قوم لوط. مدينه مليانه موبقات. قلت سبحان الله، القلب بيبقى عامل زي الحجر ده كده بيثبت. هتغيره ازاي؟ انا خايف ان قلبك يشرب المعصيه، انا خايف ان قلبك يشرب المعصيه. يا جماعه نخاف على قلوبنا شويه، يا جماعه نخاف على قلوبنا اللي في صدورنا ده. ايه؟ انا عايز اسالك، انا عايزك تفتح قلبك وتشقه وتطلع اللي جواه وتبص فيه وتشوف ايه اللي جوه قلبك. انا عايزك تفتح قلبك وتشوف اللي جواه ايه. انا عايز نشوف اللي جوه قلوبنا يا جماعه. انا عايز اسالكم اسئله. قلوبنا يا اخوانا اخبارها ايه؟ المعاصي عملت في قلوبنا ايه؟ زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. الفتن بتعرض على ايه؟ على القلوب. لا يعني فلانه اللي انا بصت لها البصه ما عرضتش على عيني، على قلبي. يعني السيجاره اللي بيشربها مش عرضت على بقه، على قلبه. يعني الاغنيه اللي بيسمعها مش عرضت على ودنه، على قلبه. عودا عودا، وفي روايه عودا عودا. يعني الفتن مش هتسيبنا، احنا عايشين في زمان الفتن. هنهرب منها فين؟ لازم ننجح، امتحان ورا امتحان ولازم ننجح فيه. زي الطالب عما بياخد شهاده الطب بيكون امتحان كام امتحان؟ 6 امتحانات في ابتدائي و3 في اعدادي وكام امتحان في ثانوي وكام امتحان في الجامعه، في كل سنه كام امتحان وكام ترم. لازم يا جماعه لازم ننجح في الامتحانات دي كلها، لازم. وقلبنا هو اللي احنا هننجح بيه باذن الملك سبحانه وتعالى. تعرض الفتن. يا ترى النكت السوداء اللي دخلت قلوبنا من شفايفك قد ايه؟ السيجاره الواحده فيها 10 تنفاس، 10 نكت سوداء بكل سيجاره. شعرك في حوالي 40,000 شعره، يعني القصه بس اللي باينه ديت فيها 1000، يعني 1000 نقطه سوداء في كل خارجه بس. امال اللي كاشفه شعرها 40,000 نقطه سوداء في اليوم الواحد. رجليك كل مشوار مشيته كل خطوه بنقطه سوداء على القلب. طب وبعدين يا جماعه هنروح فين؟ قلبنا زمانه ايه؟ العين ده الثانيه في التلفزيون ب 16 لقطه اصلا في التصوير، يعني الدقيقه ب 960 لقطه. يعني لو اتفرجت دقيقه على التلفزيون على مشهد حرام 960 نكته سوداء. يا جماعه يا اخوانا ايدينا دي دخلت لقلوبنا نكت سوداء قد ايه؟ كم مره اتكيت على المحمول تدي مزد حرام؟ كم مره اتكيت على قناه مش اسلاميه؟ كم مره اتكيت بيها على موقع مش اسلامي؟ كم مره شغلت بيها شريط اغاني؟ كم نكته سوداء دخلت يا جماعه؟ ودنا كم كلمه حرام وكلمه معازف حرام واغاني حرام دخلت قلوبنا من خلال ودنا. كل ده قاعد يدخل من هنا ومن هنا ومن هنا، نكت سوداء، والقلب قاعد يسود يسود يسود. كفايه، قلبك في خطر، قلبك في خطر. عايزين يا اخوانا نفوق. ترى حال قلبك مع الشهوات ايه؟ ده قوم سيدنا موسى لما قارون خسف بيه قالوا لولا ان من الله علينا لخسف بنا. ليه؟ عشان قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. عشان اتمنوا المعصيه، عشان يتمنوا معصيه ربنا. يعني تمني المعصيه دي كارثه، تمني المعصيه دي هلكه في الدنيا والدين، تستاهل ان الواحد يتخسف بيه والعياذ بالله. عارفين عاملين زي ايه؟ زي كرسي فيه مسمار، كل ما واحد يجي يقعد عليه البنطلون يتقطع، يروح يخيطه يجي يقعد البنطلون يتقطع. هتفضل تتقطع بالشهوات اللي في قلبك طول ما هي موجوده، طول ما هي موجوده، طول ما هي ما اتنزعتش، طول ما هي ما اتخلعتش، طول ما هي ما اتطهرتش. لازم نطهر قلوبنا. عايزين حمله، عايزين يقظه، عايزين نفوق لقلوبنا يا شباب، عايزين نفوق لقلوبنا، عايزين قلوبنا دي تبقى اهتمام حياتنا الاول. يا ترى قلبك حاله في الصلاه ايه؟ قلبك حاله في التراويح ايه؟ قلبك حاله وانت بتصلي المغرب من شويه كان ايه؟ قلبك حاله في الذكر وقرايه القران ايه؟ قلبك اتحرك قد ايه؟ السلف كان وشهم بيصفر لما يتوضوا ويدخلوا يصلوا. اتدرون بين يدي من
بين يدي من اقوم. يا ترى حب ربنا في قلبك قد ايه؟ يا ترى الشاب اللي بيقف مع البنت اللي بيحبها في الجامعه 5 ساعات رجليه دي ما ترتعش، ونص ساعه في التراويح رجله تقف، يقول لك انا امنيه حياتي ابقى انا وهي في مكان لوحدنا. طب والخلوه مع الله؟ يقول لك انا نفسي هي تطلب بس وانا انفذ لها اي طلب تطلبه وتتمناه. طب ربنا واوامره وطلباته سبحانه وتعالى. يقول لك انا يعني بقعد مشتاق للميعاد، واول ما يجي الميعاد الشوق بيزيد اكتر، ولما اقابلها الشوق بيزيد. انت فرحان وانت واقف بين ايديه، فرحانه وانت بتجهزي الوقت عشان تنزل التراويح، فرحان وانت رايح الوقت تصلي لربنا سبحانه وتعالى. يا ترى حال قلوبنا مع خشيه الله ايه؟ افتح قلبك شقه، طلع اللي فيه، حطه قدامك وافضل بص فيه وشوف قلبك فيه ايه من الوقت. احسن الموضوع خطير قوي يا جماعه. فهما في الاجر سواء وهما في الوزر سواء. كلام خطير جدا يا جماعه. خشيه ربنا في قلوبنا شكلها ايه؟ يا ترى العسكري بيقف قدام اللواء واقفه شكلها ايه؟ طب انت بين ايدين ربنا في الصلاه بتقف واقفه شكلها ايه؟ حب ربنا، خشيه ربنا، تعظيم ربنا، الشهوات. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. انا مش عايزك تسيب المعصيه، انا عايزك تكرهها. انا مش عايزك تسيب المعصيه، انا عايزك تشمئز منها، تقرفي منها، ترفضي انك ترجعي لها حتى لو محطوطه قدامك وجايه متقشره. مش عايزه خلاص يا رب، مش عايزه معاصي، انا قرفانه من المعاصي. يا جماعه انا بسالكم سؤال قبل ما اخلص حلقه الليله. اتعتقت ولا لسه؟ يا ترى بعد الايام اللي فاتت من رمضان اتعتقت ولا لسه؟ اتعتقت ولا لسه؟ العتق من النار فزنا بيه ولا لسه؟ انا والله مش عارفه. طب انا عايز اعرف يعني. طب اعرف منين ولا لسه؟ انت قررت انك تبداي صفحه جديده مع الله تماما ولا لسه؟ لسه. طب انت قررت تتصالحي مع ربنا وتتوبي من كل اللي فات وتسيب كل المعاصي اللي بتعملها كلها؟ لسه. طب انت قررت انك خلاص هتبدا مع ربنا وهتسيب كل حاجه وتعمل الطاعات لربنا وهتعيش حياه الدين والتوبه كامله؟ لسه. يبقى لسه، يبقى لسه يا جماعه. لو لسه ما قررناش يبقى والعياذ بالله قد يكون، والله اعلم، الملك الجليل اعلم، له في امره ما يشاء، قد يكون لسه ما تعتقناش يا جماعه. اليوم اللي قلبك هيتغسل فيه، اليوم اللي هتحس ان قلبك اتغسل فيه وانت بتصلي بين ايدين ربنا، اللي هتحس ان قلبك اتغسل وطهر ونضف، هو ده يوم العتق من النار. عايزين رمضان يتغسل فيه قلوبنا، عايزين قلوبنا تتغسل في رمضان يا جماعه. الاحسان في العباده، عايزين نعبد بقلب، عايزين نجيله بقلب، عايزين نقول له يا رب بقلب، عايزين نقرا القران بقلب، عايزين نصلي التراويح والتهجد بقلب، عايزين نصوم بقلب، عايزين نعيش دين، نعيش صيام، نعيش قيام، نعيش كل معاني الدين يا جماعه. عايزين الاحسان في العباده يا جماعه، مش عايزين العباده بتاعت الجوارح. انا مش عايز بطنك تصوم، انا عايز عينيك تصوم عن النظر للحرام، ودنك تصوم عن سماع الحرام، قلبك يصوم عن تمني الحرام، شعرك يصوم عن اي خصله شعر تبان. انا عايز كلك تصوم، انا عايزك كل حاجه فيك تصوم، كل حاجه فيك تبقى منقطعه متبتله الى الله سبحانه وتعالى في نهار وليل رمضان. يا اخوانا كل ليله في عتق من النار. كلام خطير، كلام خطير جدا. لازم نتعتق من النار الليله باذن الله سبحانه وتعالى، وكل ليله نجدد العتق من النار باذن الملك. عايزين يا جماعه نعيش حياه العتق من النار، عايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عايزين ليالي رمضان دي تبقى اخطر ليالي حياتنا. الليله الواحده ممكن تغير مستقبلك، ممكن تغير مستقبلك. يا شباب يوشع بن نون لما راح يحرر فلسطين ولقى الشمس بتغيب قال لها انت مأموره وانا مأمور، اللهم اوقفها علينا، وقفها يا رب عشان ندخل نحرر فلسطين. احنا يا جماعه من حبنا في رمضان عايزين نقول اللهم اوقفه علينا، اللهم اوقفه علينا يا رب. مش عايزين رمضان يروح يا جماعه. في شاب دلوقتي بيتمنى ان رمضان يخلص، وشاب نفسه ان السنه كلها تبقى رمضان. قلبك عامل ايه؟ قلبك عامل ايه؟ بتحب المعصيه؟ لسه قلبك فيه شهوات؟ لسه قلبك لما بيشوف منظر وانت معدي قدام التلفزيون في الشارع ولا حاجه، ولا يشوف واحد صاحبك راكب العربيه ومشغل اغاني، لسه بتميل لايام زمان ولا خلاص؟ ولا لسه يبقى خلاص، يبقى لسه ما تعتقناش يا جماعه الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. يا شباب عايزين نكره المعصيه، عايزين ما نتمناش المعصيه، عايزين المعصيه دي بيننا وبينها يبقى في كراهيه، عداء شديد بيننا وبين اي معصيه لله. عايزين نتمنى الطاعه. يا عم هو الاحلام بفلوس يا بنتي؟ هي الاحلام والطموحات بفلوس يا بنتي؟ اتمني الطاعه، اتمني انك انت تبقي ربنا يفتح على ايدك في الدنيا في العباده والدعوه، الدنيا كلها تتملى خير بسببك. اتمنى انك انت تبقى بطل من ابطال الدين، اتمنى انك تبقى صحابي. يا اخوانا ده الامنيات دي عباده من اعظم العبادات اللي ربنا بيحبها. الطموحات الدينيه والاحلام الدينيه عباده الرسول تعبد بها لله عليه الصلاه والسلام. الامنيات
الامنيات الاحلام، احلامنا وامانينا يا شباب على فين يا شباب؟ انما الدنيا لاربع. الشاب اللي اتاه الله عربيه لانسر ولا يا ترى انت بتعمل ايه في الدنيا؟ يا ترى انت عايز الدنيا ليه؟ انت بتتمنى الدنيا ليه؟ زكريا طلب الولد عشان يشيل الدعوه من بعده. سيدنا محمد طلب المال عشان ينفقه على الدعوه. سيدنا سليمان طلب الولد عشان يجاهدوا في سبيل الله، ال100 ولد اللي طلبهم من الله. سيدنا ايوب طلب الشفاء عشان الناس ما تفتنش، ما تقولش ان بيجي ربنا بيمرضه. يا جماعه كلهم اتمنوا الدنيا عشان ربنا، عشان الدين. انا عايز كل دنيا في حياتك على فين يا شباب؟ على فين يا ابي؟ على فين يا امي؟ على فين يا والدي؟ على فين يا جماعه؟ على فين يا امه محمد؟ على فين يا شباب امه محمد؟ على كل دنيا في ايدينا، على فلوسنا. انا عندي فلوس وانا عندي عربيه وانا عندي موبايل وانا عندي شهاده وانا معايا لغه اجنبيه متقنها وانا عندي مركز في الجامعه وانا عندي عياده وانا عندي مكتب هندسي وانا عندي مكتب محاماه وانا عندي تجاره وثراء وارصده وانا معايا اطقم ذهب كتير وانا عندي معارف والناس بتحبني وانا عندي لسان طول كده اهو بعرف اتكلم عن ربنا كويس قوي. خلاص يا شباب كل الدنيا اللي عندنا هنديها لك يا رب. كل الدنيا اللي عندنا. لو ان لي مالا، لو ان لي دنيا لعملت فيها بعمل فلان. احنا هنعمل بكل دنيا عندنا عمل الصالحين فيها. احنا هنسخر اولادنا لله وفلوسنا لله وعبادتنا لله. عربيتك املاها شرايط ووزع شرايط على كل شاب معاه عربيه ومعدي مشغل بقى اغاني ولا حاجه، وزع سيديات وشرايط. انت شنطتك مليانه مطويات وشرايط، اي بنت متبرجه اديها وتحكي في وشها، اتحكي قوي في وشها. يا جماعه كل اصحابنا نعرفهم الدين، لساننا الطويل ده نستغله في الدعوه الى الله، فلوسنا ننفقها في الدعوه الى الله وننفقها في رعايه اليتامى والفقراء والمساكين. يا شباب يا شباب عايزين نعيش لربنا، عايزين كل دنيا عندنا نديها لربنا، والدنيا اللي مش عندنا ولقيناها عند غيرنا قطع ربنا بيها نقول لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعمله فهما في الأجر سواء. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا أعمالنا وتقبل منا نوايانا. اللهم إن نوايانا أعظم من أعمالنا وإنا نتوسل إليك أن تقبلها. اللهم أعصم قلوبنا أن تتمنى الحرام. اللهم اجعل كل ما في قلوبنا خير وهدى ورشاد وتقى وعفاف يا رب. يا رب اقبل أمانينا، يا رب اقذف في قلوبنا حب طاعتك وحب العمل لنصرة دينك يا رب. اللهم إنا نتوسل إليك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم من علينا الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار فإنا لا نقوى على نارك ولا نقوى على أن نقترب منها ولا نقوى على عذابك. اللهم رحماك. اللهم ما تكلم من تكلم فينا ولا استمع من استمع إلا رجاء رحمتك، فارحمنا يا رب. ارحمنا واهدنا وثبتنا وعصمنا أن نعود إلى المعاصي، وطهر قلوبنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جيم أوفر يا شباب، إنما الدنيا لأربع. جزاكم الله خير. في سؤال محتاج لجواب، معقول ربنا يفتح لي